السلام عليكم. قبل البدء لا تنسوا دعمي بلايك للفيديو والاشتراك في لقناتي. ملخص كتاب قاعدة الثواني الخمس، وصفة ذهبية للعمل. ميل روبينز. غدا سأكون شخصا جديدا. غدا سأستيقظ في الوقت المحدد. غدا سأذهب إلى صالة الألعاب الرياضية. سأبحث عن وظيفة. غدا سأنطلق بشخصيتي الجديدة، شخصيتي المستقبلية. ثم تذهب إلى السرير، وتستيقظ بعد 7 ساعات، فتتفاجأ بأنك لا تشعر بالشخصية الجديدة. أدركت المؤلفة ميل روبينز أنها تحتاج إلى أكثر من وجود دافع أو حافز يسحبها إلى الأمام، إلى الإنجاز. كانت بحاجة إلى استراتيجية تجعلها تقوم بالفعل. Take action حتى لو لم تكن تحب ذلك. تتكلم ميل روبينز في كتابها قاعدة الخمس ثواني عن قصة تحولها وهي في عمر 41 سنة نحو الطريق الصحيح من دون تضييع وقت، بحق نفسها وحق أولادها، والأهم في ذلك أن لا توقف المنبه عندما يرن صباحا. فكرة قاعدة الخمس ثوان تقوم وبكل بساطة على أنه عندما يكون لديك عمل وتعمل على تأجيله باستمرار، ابدأ به مباشرة. تقول روبينز عند سماع صوت المنبه، وحتى لو كنت في عز نومي، أبدأ بالعد العكسي بصوت مسموع: 5 4 3 2 1، ثم انطلق كالصاروخ، وأتحرك وأعمل المهام المطلوبة. بحسب ميل، الجزء الذي في المخ والمسؤول عن ضمان راحتنا يتوقف عن العمل عندما نبدأ العد العكسي بصوت مسموع ما يدفعك إلى أخذ خطوة البداية. طريقة الخمس ثوان تطبق في حال كنت تؤجل ممارسة الرياضة أو القيام بأعمال قمت مرارا بتأجيلها، كأن تبدأ بالمذاكرة، أو أن تقوم ربة الأسرة بإنجاز العمل المنزلي المكسور عليها، أو الذهاب إلى مكان من الضروري أن تقصده لكنك أجلته مرارا. عندما تقوم بتحديد الأهداف، وعندما يكون لديك نية تجاه شيء وتريد تغيير حياتك، فعقلك يساعدك. وبحسب الخبراء في علم النفس، أن ما يفعله العقل هو أنه يفتح قائمة مرجعية، ومن ثم يتجه عقلك إلى العمل في محاولة لتذكيرك بتلك النية التي وضعتها. ومن المهم جدا تطوير تلك المهارة، وسماع تلك الحكمة الداخلية والميل إليها بسرعة، حتى تنجح في تغيير حياتك نحو الأفضل وأن تكون أكثر سعادة. لماذا 5 ثوان؟ اكتشف أستاذ جامعة هارفارد جيرالد زلتمان أن نحو 95% من القرارات التي يأخذها الناس لا تستند على المنطق أو التفكير العقلاني، ولكنها تقوم على أساس العاطفة. ومعظم هذه القرارات تتخذ من دون وعي، إنما بناء على مشاعرهم في اللحظة التي أخذوا فيها القرار. والأسوأ أن المشاعر السلبية مثل الخوف والغضب والشك لها تأثير أقوى على القرارات. النهاية. أخبرني في تعاليق عن رواية القادمة التي تريد أن نقوم بتلخيصها. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.